السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإخواتي وحبايبي وأصحابي، عاملين إيه يا بطاطي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. النهاردة بقى هعمل لكم بقى طريقة جميلة جدا أول القرص اللي هي الناعمة دي. أنا بقى كان عندي حتة قشطة، قعدت أعملها كده، أما لفتها زبدة. حتة القشطة ديت عملتها بقى في القرص عشان حلوة أوي أوي لما تحطها بقى مع السمنة اللي هي النباتين ديت. ب... ما يجيلكيش بقى حرقان في صدرك ولا الكلام ديت، وبتدي لها طعم قوي اللي انت فيها سمنه بلدي يعني وكده. وما بتاخدش يعني طريقتها جميله جدا وما بتاخدش وقت منك يعني، ما شاء الله يعني. لفتها على طول، قامت طالعه معايا زبده على طول، بس كانت حلوه يعني. يعني هي عادي الزبده بتتعمل عادي، زي ما يكون انت بتعملي بتفضلي تلفي كده، بتقوم جايه عامله معاكي وسادة الميه بتاعتها بتطلع منها، وتلاقي كورت معاكي كده الزبده معاكي يعني. هعرفكم ان شاء الله عامل البسله بتاع بقول البسله عامل الزبده بتتعمل ازاي وكده، زبده الفلاح يعني. هفضي عليها بقى السمنه، كنت جايبه صفيحه سمنه من اللي هي العلبه اللي هي تلتين ديت، اللي هي 5 كيلو يعني، كنت جايبه واحده على بعضها. هفضي بقى منها الوقت على الحله دي بزبدتها بحالها كده، وحطها على النار. مش هقدحها قوي يعني يعني لو قدحتها قوي عشان مثلا اقدحها قوي بتقوم تنطر منك من السمنة من القرص يعني. لكن انت لما تدفيها قوي، مش مثلا تولعي فيها او تقدحيها او كده يعني، تسخنها بس، تخليها تسيب بس من نفسها بس كده، مش هعمل فيها حاجة. عملتها هي شوف رغت ازاي الزبدة بقى على السمنة، رغت تحس ان هي سمنة بلدي، ما هي السمنة نباتين يعني، بتدي لها طعم تاني خالص. همسك بقى الدقيق بتاعنا نخله. كان عندي بقى الحبة دولت في الشكارة، كان دقيق درجة أولى. دي غلة بتاعنا اللي احنا ضحنا غلة فلاح يعني، مش مثلا مش دقيق شرياه، دقيق فين ولا اي حاجة من دي خالص. الحمد لله والشكر لله. كان دي اول قطفة بقى من الدقيق. اما بتروحي مكنة الطحين بيبقى في اول قطفة، اول درجة وتاني درجة. دي اول درجة بقى اسمها درجة. بتبقى بيضة يعني وحلوة عن تاني درجة. بجيبها في شكارة لوحدها، اعمل منها قرص، اعمل منها كماج، اي حاجة من دي. بتبقى حلوة يعني، بيضة وحلوة، الدرجة بتاعتها بتبقى حلوة يعني، فاتحة عن الدرجة التانية. والدرجة التالتة بتبقى زي السن كده، فاهمني؟ انا مسكته بقى، هو نخلت الدقيق. هو مفيش في حاجة يعني، المنخل كان قدامكم، هو مفيش في اي حاجة. بس انا كنت نخلها يعني إيه زي التأكيد يعني. مثلا في ترباية في عفرية يعني، لازم يتنخل، دي يتنخل. احنا مش زي مثلا انت عم بتعمله في الفرن بيدلقوا من الشكاره، الفرن بقى بيدلق من الشكاره، لكن انت بتنخلي دقيقك، بتعملي طبعا على نظافه، وبتعرفي انت بتعملي ايه وكده يعني. وطبعا اللي احنا بنعمله في بيتنا غير اللي بالشارع يا جماعه والله. كنت عامله دول كانوا 7 كيلو دقيق. حطيت بقى واحد بس مبودر، اتنين مبودر، واتنين واربعة نفاش، 4 فانيليا. وجيت خليتهم مرحم جابت لنا من اللي هو واحد روح الموز، وواحد روح البرتقال. بس انا كنت حاطه اصلا حته برتقان، قشر البرتقان كده في السمنه، بتدي لها ريحه برضو وبتدي لها طعم يعني. وهعمل بقى لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنه، لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنه. بسم الله ما شاء الله، كانت ناعمه وكانت جميله قوي. انا لما مسكتها بقى حطيت السمنه وبسيتها كده ببعضها، حسيت اللي هي السمنه بتاعتها كتير، كتير قوي يعني، زياده عن حدها. جبت كمان نص كيلو على ال7 كيلو، بقوم 7 كيلو ونص. انا حاطه يعني، عملت هما 7 كيلو، كنت انا معايره على كل 7 كيلو كنت حاطه نص كيلو، يعني حاطه 3 كيلو ونص، فاهمني؟ ما انت تحسبها كده يعني، بصوا يعني تحسبي ال7 كيلو. عشان بقى في ناس بتسألني يعني وكده، عشان انا بأثر يعني في بقول لكم كده يعني، باكد عليكم يعني. عشان في ناس بتسالني بيقولوا يعني انت بتعايري ازاي، يعني بتعايري على الكيلو إيه
السمنة الدقيق ديت تعتبر الوقت برضو انا معايرة كده بالظبط كده يعني. على بس لقيت بقى السمنة بتاعتها زايدة شوية، قمت جايبة ايه بعد ما بستها، خليت ام رحيم جابت لي نص كيلو كمان حطيته عليه، عشان بس ما تبقاش ناعمة قوي تتعب مثلا اللي هياكلها او كده. إيه تبقى حلوة يعني. كانت انا بقى عاملاها عشان ايه لابو عبد الحكيم بقى وهو مسافر السعودية وكده، بس انا بصراحة ما لحقتش انزله لكم قبل ما يمشي. إيه اما هو بقى نزلت الفيديو بتاعي امبارح اللي هو بتاع ايه السفر يعني وكده، دي بقى انا عاملاه من قبلها من قبل ما يمشي بيومين، بس كان بقى ما كانش في وقت بقى وكنت ملبخه بقى في الشغل وكده، وبجهز له حاجاته وبجهز له شنطته وبجهز له الحاجات اللي هو بياخدها، وكان عندنا ناس بقى وكان بيتنا مهروس، ما لحقتش ان انا انزله لكم يعني وكده، فاهمني. لازم انا تمسكها بقى تدعكاها او كده، تدعكاها جامد بايدك كده جامد، إيه عشان إيه السمنه الدقيق يشرب السمنه. رؤية بقى ما قلت لها انت شعرك باين وكده، اما طالعه لابسه الشرب بتاعي دي القرطه بتاعتي دي. ما شاء الله كانت. تشوفوا بقى يعني لقيت حسيت ان السمنه بتاعتها كتير، جبت كمان نص كيلو حطيته عليها ومسكته برضو سقيت الدقيق كله بالسمنه كده عشان تبقى شايله بعضها، يعني انت لازم تفركها قوي كده هو تشبعي الدقيق بالسمنه، ماشي، قبل ما تحطي اللبن واول ما تحطي اي حاجه. بجد يعني كانت حلوة أوي بجد، وكانت طلعت جميلة جدا، وطلعت سمنتها مظبوطة، وطلعت حلوة 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 يعني. على فكرة دي بتبقى قرف والله يا جماعة، والله العظيم بتبقى قرف، والله كانت قرفته زي العسل. اهو جبت كمان نص كيلو وحطيته اهو، تمسكه برضه ادعكه او كده كمان اسقيه بالسمنة عشان يشيل مع بعضه بس مش اكتر يعني. السمنة بتاع ال الساعة من ناحية قمت كده قلعاه عشان اعجن بقى واشوف انا هعمل ايه. انا كان ممكن اعجنه في العجانة او اعمله في العجانة، بس انا اتعودنا ان احنا نعمل القرص ديت تبسها بايدك كده الاول، وممكن تحطها في العجانه برضو تبس في العجانه كله، بس كده احلى. كده انت بتعملها بايدك، بتدعكها بايدك، بتدعكي الدقيق بايدك جامد، وتشربي الدقيق كله بالسمنه، بيشيل بعضه وبيبقى حلو يعني، بيبقى احلى من كده. ممكن تعمليها على بيات، تعمليها كده على بيات وتعجنها الصبح، بتبقى احلى كمان، بتدي ايه حلاوه كمان، وحلاوه كمان لما بالصديق كده على بيات ما بجرالوش حاجه، وبيبقى حلو عشان وانت مثلا مش حاطه عليه خميره ولا اي حاجه، وبتبسيه بالسمنه بس مش اكتر. عفوا يا جماعه. زي ما احنا مثلا كنا بنعمل الكحك الاول زمان كده برضو، كنا بنمسكه نبسه على بيات والصبح نعجنه ونخبزه عاد الصبح، نحط الخميره بقى ونعجن وخلاص. دي الخميره هي بقى لسه هحط الخميره اهيت، حطيت فيها باك واحد خميري لان انا حاطه 2 نفاش. النفاش اصلا بيخمر القرص يعني، والجو اصلا حلو وما عادش برد زي الاول. وعندي بقى السمنه دافيه واللبن دافي، إيه لازم تدفي اللبن والسمن يعني ايه، ما يبقاش حاجه سقعانه وحاجه دافيه عشان إيه عشان ايه يا جماعه، لو انت مثلا لو السمنه دافيه واللبن سقعان السمنه دي بتنطر من القرص، لازم كله يبقى زي بعضه، يدفي زي بعضه، مش مثلا حاجه سخنه وحاجه سقعانه، فاهمني. إيه همسك بقى اصفي اللبن برضو جراد بالمصفى الصغيره دي بتاع اللي هو الليسون، مصفى ناعمه يعني عشان لو مثلا عفرايه اي حاجه فيه اصفيه برضو، عشان تبقى الحاجه على نظافه عشان تاكلي وانت مستريحه بس مش اكتر. إيه حط بقى مدرجات كده واحده واحده كده، انا حاطه في الملح في اللبن، وحطيت يا ست ملقنتي، عملت برضو على الكميه ديت عملت كوبايه سكر، حط عليه كوبايه سكر، بس انا كنت حاطه كوبايه السكر في البرطمان ده اهو، حط على ميه. خالته ام ريحان جابتها الاول عشان ايه ابقى فاكراها يعني، عشان ممكن انساها بجد يعني. والسكر دي بيبقى يعني ايه، لو انت عايزه سكر تحط سكر تحط، مش عايزه تحط سكر براحتك برضه ما تحطوش. مش اجباري يعني، حسب راحتك وحسب ما انت عايزه. عندنا بقى ولادنا بيحبوها مسكره، بيحبوه مسكر، عشان كده انا حطيت ايه ما كترش السكر، هي بس كوبايه بس كنت انا حطاه يعني في المية عشان ايه تبوش يعني، على ما انا اخلص العجين واخلص الحاجات دي كلها، ادخل الدقيق والسمنه والحاجات ديت يكون هو باش مع نفسه كده.
لازم بقى احط مدرجات كده واحده واحده كده اللبن عشان الت العجين حلو. اما لته حلو كده بيشرب السمنه وبيشرب اللبن، تفضلي تعجني لحد ما يبقى العجينه بقت معاكي كده زي الملبن كده. تبقى حلوه مش مثلا جامده، لان لو جامده مش هت... مش هتبقى معاكي حلوه في الخبيز، مش هتفتح معاكي، مش هتبقى حلوه معاكي. لازم تبقى العجينه طريه وحلوه. ما كناش لاقيين سمسم. ماشي، كانش لاقيين سمسم خالص، يعني لفتنا في البلد ما لقاش سمسم. كان ابو عبد الحكيم بقى رايح مشوار، قلت له هات سمسم وانت جاي، لقيته جايب لي سمسم وجاب ابيض. عايز يتحمر بقى، خلت ام رحيم حمرتهولي بمعلقه سمنه كده على البوتاجاز، بيديلها بقى ريحه وبيديلها طعم كمان. لكن هو ابيض ما ينفعش تحط من غير ما يتحمر، لكن الاحمر عادي بنحطه من غير ما نحمره، بننضفه ونحطه. لازم بقى افضل اعجن فيها كده اما تبقى معاكي زي الملبن كده. يلا احنا وصلنا بقى لحد هنا كده يا جماعه، تحطوا لنا بقى اللايك والاشتراك، وربنا كده يخليكم كده ويبارك لكم يا رب، ويسترها معاكم، يخليكم اولادكم وينجحهم لكم يا رب بحق وجه النبي، ويطلعهم لكم كده اسعد ناس في الدنيا. وكل سنه وانتم طيبين على شهر كريم يا رب، كده علينا بخير يا رب، تعود الايام علينا بخير، وربنا يعينكم ويقويكم على اولادكم يا رب، وعلى الغلا اللي احنا فيه ده، ويبارك فيكم ويسترها معاكم يا رب. وربنا يشفيكوا ويعافيكوا يا رب، وربنا يشفيك يا ام اسلام ويسترها معاك يا حبيبه قلبي، ويخليكي ليا ما تحرمش منك ابدا. وربنا كده يتقبل منك كده دعاك الحلو دي اللي انتوا تدعوه لي يا رب بحق جاه النبي يا رب. ربنا يتقبل منكم كلكم الدعاء اللي انتوا تدعوه لي دي. وبشكركم على كل تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا خلتوا تدعوا لابو عبد الحكيم يعني على العمره وكده. ويا رب كده يكون السنه الجايه صحبه كده مع بعض يا رب بحق جاه النبي. حطيت بقى معلقتين سمنه، وكان عندي عجوة من اللي هي المنسولة ديت، اللي هي بتيجي منسولة اللي هي فوق يعني مش عجوة من التانية. امسكها بقى اعملها في السمنة كده، لا في السمنة كده واظبطها، عشان عايزين نعمل شوية قرص بعجوة برضه. انا مش شوية بعجوة وشوية سادة، يعني تشيل بعضها كده يعني علشان غموس يعني. في بيحبوا اللي هي بالعجوة ديت. والله احنا عملناها كانت جميلة جدا، كانت حلوة قوي ما شاء الله ما شاء الله. كانت القرص دي كانت فرطة، كانت مالية الدار خير بجد يعني. طلعت منها كتير واديت لابو عبد الحكيم، ومن يومها واحنا بناكل فيها. غير كمان مكان كل ما حد يجي اعمل له شاي واطلع له قرص، اعمل له شاي واطلع له قرص. اي والله كانت حلوه قوي وجميله، وكانت قرفته زي العسل. يلا الحمد لله والشكر لله. حسيت اللي هي عايزه كمان سمنه، حطيت لها كمان سمنه. مش مشكله لما تكون هي سمينه تبقى حلوه معاك، وبتفرد معاك في القرصه، وبتبقى حلوه قوي. مسكتها بقى بالمفرمه بتاعت الفول، فرمتها كده كلها خلتها حلوة قوي. همسكها بقى اعملها وهي سخنة كده، اقطعها كده حتت صغيرة وهي سخنة. ليه بقى؟ عشان هي لو سقعت هتنشف مني. مسكتها وهي سخنة كده بالسمنة بتاعتها، عملتها كده ما خدش مني وقت، وكانت جميلة جدا وما لزقتش ببعضها. جهزتها يعني على التقريص على طول في العمل يعني نعملها، يعني كانت حلوة قوي. لكن مثلا لو سبتها ما تنشف معايا هتقوم ناشفة مني، ومش هعرف. متعرفيش تعمليها بقى، يعني عاوزة تعمليها اعمليها زي ما انا عملتها كده. امسكيها حمرها بنقطة سمنة او معلقة سمنة بلدي كده، واعملها زي ما انا بعملها كده اهوت، ما بتاخدش منك وقت وبتبقى زي الفل. عملت كمية اهيت وتبقى حتة، امسكها بقى احطها في الكيس وعنها في الفريزر. يوم تاني يكون احنا مثلا هنعمل قرص برضو، اعمل حتة للعيال شوية العيال كده، مش هيجرى لها حاجة اهي. وديت ما شاء الله فرطت كتير قوي، وعملتها كانت ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني بجد بجد يعني. الحاجة بيبقى فيها والله العظيم يا جماعة بيبقى فيها بركة. أيوة وحياة ربنا الحاجة بتاعت الله ديت لازم تبقى مبروكة، ما تعرفش بتبقى مبروكة ازاي. أنا بقى مسكت القرص قرصتها، مسكتها قرصتها بقى، عملت تقرصات كبيرة زي ما أنا يعني زي ما أنت عايزة. ممكن تعملها تقرصة كبيرة، وبنمسكها بقى نقطعها بالسكينة كده، بدل ما نقعد نعمل تقرصات صغيرة ونخبز يعني. عملتها تقرصات كبيرة ومسكتها بقى خرطتها بالسكينة كده مثلثات، مكعبات زي ما انت عايز زي ما انت حابة يعني. ومسكت القرص اهي،
مسكتها عملتها ديت بقى. اختي وحبيبتي صاحبتي جارتي هنا، هي يعني ايه متجوزه ابن عمي يعني، بس هي يعني معتبراني زي اختها يعني. جت لقيتني شغاله، قامت جايه قاعده معايا بقى تعمل معايا القرص اهيت يا جماعه. وقوم حاطه البتاع خبزها اهيت وملفاها كده وخبزه بقى. تخبزها بقى براحتها لحد ما تكبريها، وتمسكها تقطعها بالسكينه بقى، تعملها مثلثات، تعملها زي بتاع الفران، زي ما انت حابه يعني. بس كانت حلوه أوي والله العظيم، وما خلناش تخينه وحلوه وجميله يعني اهي. بسم الله ما شاء الله زي العسل. بالهنا والشفا اللي كان يا رب كده، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. وربنا يخليكم يا رب كده، وادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي كده اللي اطلع حج السنة الجاية انا وابو عبد الحكيم كده. دي اول عرسة هيت، اول واحدة خالص. ام رحيم بقى فضلت ولعت الفرن وبقت تعمل ورايا. ربنا يبارك لها يا رب ويخلي لها اولادها، ويكبر بخاطرها يا رب بحق جاه النبي. ربنا يكبر بخاطرها واكبر بخاطر عبد الحكيم، ربنا يكبر بخاطره يا رب. ابو رحيم يعني، ربنا يكبر بخاطره، جبر بخاطرنا ورضينا، ربنا يرضيه يا رب بحق جهنم، ويرضي أمة المسلمين، ويحبب في خلقه هو وولاده، هو وولادكم وولاد المسلمين جميعا يا رب. وربنا يجازيكم كل خير. اوعي تعملي حاجة وتندمي عليها بجد والله العظيم، اوعي تعملي حاجة وتندمي عليها والله العظيم. انت تعملي الحاجة ما تندميش عليها، ربنا بيديكي مثل اللي انت عملتيه والله العظيم بجد. ما تعمليش حاجة يوم من الأيام وتندمي عليها، لأن ربنا بيجازيكي كل خير. الحمد لله وشكر لله، ربنا يجازينا كل خير يا رب. بوريكم بقى القرص يا جماعة، والله العظيم كانت تحفة وكمية كبيرة. انت عارفين الدهويات اللي أنا عاملاها ديت طشت اهو، ما شاء الله كتير. ربنا يبارك يا رب، غير اللي أنا طلعته كمان من قبل ما أنا أوريلكم والله العظيم. اللي كان كل اللي يخش ياكل، لأن أنا بعمل في المحل، وكل اللي يخش بقى يجي ياكل يعني. خلصنا الفيديو بتاعنا. حته من نشفه الصدر دي بياكلوا هي الدهوية. الحاجه كلها اللي كده اهو. اللي هو بقى انا كنت بلم بقى بعمل شويه لابو عبد الحكيم، بلمهم له في الكيس يعني. بنقله مثلا اللي هي الطويله الجامده الحلوه كده، عملت له حبه باللي هو بالعجوه وحبه ساده. مليت له كيس، عملت له 3 كيلو، وعملت الباقي بقى، سبت الباقي هنا بقى بنا كلنا نمردغ فيه يعني. اللي بقى يجي في المحل بقى يجي ياخد، الفرن شغال يجي طلب مثلا اديه. وكله يعني بقول لكم ما تعملوش حاجه وتندموا عليها. اعملي خير وارميه في البحر. قلت 3 كيلو يلا ربنا يعينكم ويقويكم يا رب، ويديكم الصحه كده، ويجازيكم كل خير، وما تحرمش منكم ابدا. وربنا كده يطعمكم يا رب بحق جهنم. كل اللي نفسه في حاجه ربنا يتقبل منكم، من دعاء ربنا يا رب. ربنا يتقبل منكم كل شيء. الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا على كل شيء. امسكوا بقى. مسكت بقى وزنت اهوت ال3 كيلو زي ما قلت لكم، واتبقى ما شاء الله الكميه دهيت كتير، لان انا بعد ما خلصت خالص وزنتها الكميه كلها طلعت وعملت 12 كيلو. 12 كيلو يعني. عملت الوقت 7 كيلو ونص دقيق، طلع معايا 12 كيلو. لان بقى انت حطيت مثلا لبن، وحطيت سمنه، وحطيت حاجات كتير عليها، بتفرط معاكي بقى، بتفرط معاكي كميه حلوه. يلا اشوفكم برعايه الله ومع السلامه. اشوفكم في فيديو احلى واحلى. مع السلامه.